بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: قال: ولما ذهبوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان ذلك الفعل يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد، فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطره، أي أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام لما ذهبوا إلى مصر ودخلوا مصر من حيث أمرهم أبوهم، أن دخلوا من أبواب متفرقة، وما كان هذا الفعل أي دخولهم من أبواب متفرقة يغني عنهم، يرد عنهم قضاء الله وقدره إذا أراد شيء، إذا أراد الله عز وجل شيء كما تقدم معنا، إلا أي هذا الفعل منهم وحاجة في نفس يعقوب قضاها، إلا حاجة في نفس يعقوب، وهو ما هي هذه الحاجة؟ أنه أشفق على أولاده، ولمحبته لأولاده خاف عليهم من العين، خاف عليهم من العين، فأمرهم بهذا الأمر. فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم كان ذلك يعني طمأنينة له ليعقوب عليه الصلاة والسلام، وقضاء لما في خاطره. قال: وليس هذا قصورا في علمه، فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين، ولهذا قال عنه: وإنه لذو علم، أي لصاحب علم عظيم لما علمناه، أي لتعليمنا إياه، لا بحوله وقوته أدركه، بل بفضل الله وتعليمه. أي أمرهم بهذا وأمرهم بهذا السبب، وليس هذا يعني من يعقوب عليه الصلاة والسلام قصور في علمه، من أن الله عز وجل إذا أراد شيئا كان، لا، وإنما عملا بالأسباب، وإلا فيعقوب عليه الصلاة والسلام من العلماء الربانيين، من الأنبياء، وهذا العلم الذي مع يعقوب لم يكتسبه لنفسه ولا بحوله ولا بقوته، إنما هو بحول الله وبقوته وبمنة ونعمة من الله عز وجل أنعم بها عليه. وذلك كل من أوتي علم في هذه، يعني الإنسان إذا أوتي علم لا ينبغي له أن ينسب العلم إلى نفسه، هذا العلم الذي أعطيه، إنما هذا يعني ينبغي له بل ويجب عليه أن يشكر الله عز وجل على هذا العلم، سواء علم دنيوي أو علم أخروي. والأول يعني العلم الأخروي هو الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، والعلم الدنيوي، بما أننا تكلمنا على هذا، العلم الدنيوي ليس معنى أنه مذموم على الإطلاق، علم الدنيوي ليس معنى أنه مذموم على الإطلاق. العلم الدنيوي فيه يعني فضل، وصاحبه ينال يعني الأجر إذا يعني تعلم هذا العلم لأجل أن ينفع الناس، ولم يكن في تعلمه لهذا العلم محظور شرعي، لم يكن فيه محاذير شرعية، لم يكن فيه محرم، تعلم هذا العلم الدنيوي فلا بأس، وأراد بهذا العلم أن يعني ينفع الناس، هذا له أجر، إنما الأعمال بالنيات، فأنت نويت أن تنفع غيرك، والله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بمعناه يعني أفضل الناس أنفعهم للناس،
أفضل الناس أنفعهم للناس. فالعلم الدنيوي إذا خلا من محاذير شرعية ومحرمات جائز، وصاحبه ينال الأجر إذا أراد أن ينفع غيره، إذا أراد أن يوصل النفع إلى غيره. وأما يعني الأدلة التي في العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وغير ذلك، هذا في العلم يعني علم الدين، علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. والعلم إذا أطلق، المراد به علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة إذا أطلقه العلماء. قلنا وإذا أوتي العبد علما سواء كان دنيويا أو يعني علم في الدين، فإنه يجب عليه أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره على هذا العلم، ولا يتفاخر بأن هذا بذكائه وأن هذا بحوله وقوته، لا، إنما يرد العلم إلى الله عز وجل ويشكر الله عز وجل على أن ألهمه ذلك، وإلا كان مثل قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. قارون افتخر بهذا المال الذي معه بأنه بسبب علمه بذكائه وبحرصه. فيجب على العبد أن يعني إذا أوتي علما أن يعرف أن هذا العلم ليس بذكائه ولا بحرصه ولا بقوته، إنما هو محض منة من الله عز وجل، وإنه لذو علم، صاحب علم عظيم لما علمناه، أي لتعليمنا إياه. الله عز وجل يقول لتعليمنا إياه، ونبي. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ودقائق الأشياء، وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير. نعم، ليس يعني العالم يلم بجميع الأشياء، لا، ليس العالم يلم بجميع الأشياء، وقد يخفى عليه شيء كثير، قد يخفى عليه شيء كثير. وكما جاء في الحديث بما معنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني العالم وفوقه من هو أعلم منه، إلى يعني من هو أعلم إلى أن ينتهي العلم إلى الله عز وجل. الله الذي يعلم كل شيء، أما المخلوق لا، المخلوق علمه محدود، علمه مقصور، فقد يخفى عليه أشياء كثيرة، تخفى عليه أشياء كثيرة. قال تعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا بزعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال أي لما دخل إخوة يوسف على يوسف آوى إليه أخاه أي شقيقه وهو بنيامين الذي أمرهم بالإتيان به وضمه إليه واختصه من بين إخوته وأخبره بحقيقة الحال وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس أي لا تحزن بما كانوا يعملون فإن العاقبة خير لنا. ثم أخبره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر. أي لما جاء إخوة يوسف ودخلوا مصر فجاءوا ببنيامين اختصه يوسف قربه إليه وأخبره وهم لا يعلمون. أخبر يوسف أخاه بنيامين
أني أنا أخوك، أنا يوسف أخوك، لا تحزن ولا يدخلك خوف، ولا يدخلك خوف، ولا تحزن أيضا بما كانوا يعملون، بما عملوه لي، بما عملوه لي، فإن العاقبة خير لنا. ثم أخبره بالحيلة التي يريد أن يأخذه عنده، وقال له أنا سأبقيك عندي، لا تحزن ولا تخاف، سأبقيك عندي فأنا أخوك. وقال له يعني بالحيلة التي ستأتي سيذكرها الله عز وجل في يعني بعد هذه الآية. وقال له سوف أفعل، بمعنى أفعل هذه الحيلة لكي أبقيك عندي، لكي أبقيك عندي حتى ينتهي الأمر ويظهر بعد ذلك أمري لإخوتي ولأبي، على ذلك يعني نجتمع يعني أهلي. قال فلما جهزهم بجهازهم، أي كان لكل واحد من إخوته ومن جملتهم أخوه هذا، جعل السقاية وهو الإناء الذي يشرب به ويكال فيه في رحل أخيه، ثم أوعوا أمتعتهم. فلما انطلقوا ذاهبين أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. لما أن كال يوسف عليه الصلاة والسلام لكل واحد من إخوته يعني كيلة، كل واحد من إخوته كيلة، جعل السقاية الذي يكال بها الطعام جعلها في متاع أخيه، في رحل أخيه، بدون أن يشعر إخوته، بدون أن يشعر إخوته. أما أخوه فقد أخبره، أما أخوه فقد أخبره. فلما أن جعل يعني السقاية في رحل أخيه، وبعد ذلك يعني جمعوا أمتعتهم، يعني ربطوها سيحملونها فوق يعني دوابهم، فوق دوابهم يعني الجمال، وقيل أنها الحمير، قيل أنها حمير، قيل أن هذه يعني التي يعني معهم حمير. فلما أن يعني شدوا بها ومشوا أرادوا الذهاب، الخروج من مصر، أذن مؤذن، أي قام من يصيح في الناس، من يصيح في الناس ويصيح في هؤلاء، يعني يناديهم. أذن أي يناديهم، أذن مؤذن أي ناداهم، أيتها العير، هؤلاء أي أصحاب العير. ويعني سبب ذلك أن المكيال اختفى، ومتى اختفى؟ بعد أن ذهب هؤلاء، بعد أن أوعوا أمتعتهم وأرادوا الذهاب، قام ذلك المؤذن. ولعله قال العلامة السعدي لم يعلم بحقيقة الحال، لأنه قال إنكم لسارقون، وإلا إذا علم أن يوسف هو الذي أدخله ما سيقول إنكم لسارقون، لكن ما علم أن يوسف هو الذي أدخله، إنما فقد الكيل، ففقد بعد أن كالوا هم، ما أحد بعدهم كال، لم يكل لأحد بعدهم. في رحل بنيامين، أيوة في رحل بنيامين، يعني ثم قال يعني في رحل أخيه، جعل السقاية في رحل أخيه من بنيامين، في رحل بنيامين، لأنه أراد أن يبقيه عنده، أراد أن يبقيه عنده. قالوا أي إخوة يوسف رجعوا وأقبلوا عليهم لإبعاد التهمة، فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عمن سرق منه لتسلم له سرقته، وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رموا بها عنهم، فقالوا في هذه الحال ماذا تفقدون؟ ولم يقولوا ما الذي سرقنا، لجزمهم بأنهم براء من السرقة. أي لما سمعوا المؤذن وهو يناديهم وعلموا أنه يناديهم جاءوا إليه مقبلين، وهذا فيه يعني دليل على أنهم يعني ليسوا يعني بالذين سرقوا، وإلا السارق إذا ناداه صاحب الحاجة ماذا يفعل السارق؟ يهرب، السارق يهرب، لكن هؤلاء ما هربوا، جاءوا ورجعوا لإبعاد التهمة، ليس لهم هم إلا أن يبعدوا التهمة. كيف تتهمون بالسرقة؟
نحن نريد أن نتبرأ من السرقة. فجاءوا إلى ذلك الوزير وقالوا له ماذا تفقدون؟ لم يقولوا ماذا سرقنا، لجزمهم أنهم ما سرقوا، لجزمهم قطع، يقولون نحن ما سرقنا أصلا، ماذا تفقدون؟ لأنهم ما سرقوا، وإنما يوسف فعل هذه الحيلة عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبقي أخوه، وقد أرشده الله عز وجل إلى هذه الحيلة كما سيأتي معنا. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، أي أجرة له على وجدانه، وأنا به زعيم أي كفيل، وهذا يقوله المؤذن المتفقد. وهذا يعني يوسف هو الذي أمره بهذا، يعني لمن جاء يعني قالوا نفقد صواع الملك أي الذي يكال به، ولمن جاء به حمل بعير أجرة على وجدانه، على أنه يجده نعطيه كيل فوق كيله حمل بعير، وأنا به زعيم. يقول يعني هذا المنادي وأنا ضامن أي أضمن أن من جاء بالكيل أن له حمل بعير، أن من جاء بالكيل فإن له حمل بعير. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض بجميع أنواع المعاصي وما كنا سارقين، فإن السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض، وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين، لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما يدلهم على عفتهم وورعهم، وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموهم، وهذا أبلغ في نفي التهمة من أن لو قالوا تالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق. أي إخوة يوسف قالوا تالله، حلفوا وأقسموا بالله ما جئنا نفسد في الأرض بجميع أنواع المعاصي، نحن إنما أتينا لأجل أخذ الميرة والطعام، ولم نأتي لي يعني عمل المعاصي. تالله لقد علمتم ما جئنا وما كنا سارقين. والسرقة من أعظم أنواع الفساد في الأرض، من أكبر يعني الفساد في الأرض من الكبائر، السرقة من الكبائر. وأقسموا إخوة يوسف، حلفوا بالله لأنهم يعني موقنون بأنهم لم يسرقوا بعلمهم بحد علمهم، وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين، لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما يدلهم على عفتهم وورعهم، أي هم عرفوا من عفتهم إخوة يوسف ومن ورعهم أنهم لم يسرقوا ولم يعني يكن لهم من قبل سرقة، وقولهم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين هذا أبلغ من أن لو قالوا تالله لم نفسد، نحن لم نفسد، بل قالوا ما جئنا لنفسد، أصلا نيتنا مجيئنا إلى أرض مصر ليس للإفساد، هذا أبلغ من أنهم قالوا لم نفسد في أرض مصر، بل أنهم من قبل ما بيتوا نية الإفساد أبدا، إنما جاءوا لأخذ الطعام. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.